هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اقول لكم بيعلموا الاطفال ازاي نطق الحروف الانجليش او السبيلنج او الساوند. خليني اعرفكم ان في كل فتره بيطوروا المنهج وبيطوروا طريقه التعليم. الطريقه دي بقى لها 4 سنين مستخدمه هنا، وهي فيسز. فونكس فيسز عباره عن 6 مراحل. خليني اقول لكم باختصار وبعدين ابقى اعمل فيديوز اتكلم فيها بالتفصيل. اول حاجه فيز 1. نبدا بفيز 1. فيز 1 بيعلموها الاطفال من 3 ل 5. الهدف الاساسي ان الساوند بتاع الحروف يكونوا الاطفال عارفينه، مخارج الحروف يبدا يقولوها صح، الاستماع بتاعهم للحروف يكون كويس. تستخدم الاغاني اللي معتمده على القافيه، وكمان ممكن اي ادولت تستخدم نماذج معينه بحيث ان الطفل يعرف المخارج. ممكن كمان في الكلام ممكن نقول لهم pick me the cup. كل كلمه سهله نقدر نقولها بالساوند مش بالكلام، ونقولها بالراحه. دي اول طريقه او اول مرحله. فيز 2، والمرحله دي بتبتدي من 5 ل 6 و7 سنين. اول حاجه واهم حاجه لازم يكونوا عارفين ال 19 ساوند الانتروديوس بتوع الانجليش الاساسيين. في ناس بتبدا بسات وبن. الساوند دي بنقولها س ا ت ب ا ن م د ج ا ك ك ا ا ر ح ب ف ل. الحروف دي بيبتدوا بقى طول السنه يعيدوا فيها ويجيبوا كلمات بتبتدي بالس او كلمات بتبتدي بالأه، معتمدين برضو على الساوند مش الحرف او صوت الساوند مش شكل الحرف. مش بيقولوا اس، مش بيقولوا اي، بيقولوا س ا ت. فيز 2 او المرحله الثانيه برضو الطفل يكون قادر على السيجمنتنج والبلندنج، ان هو يجمع الحروف اللي انا بقولها ويفصلها بالراحه ويفهم انا عايزه اقول ايه. يكون الطفل عارف او نعلمه السي في ووردز، سي في سي ووردز، الكلام من مقطع واحد وعنده 3 ساوند او 2 ساوند. السي في، سي يعني كونسونانت والفي يعني فاول ساوند، الحروف العله والحروف المتحركه. السي في وورد لايك ا ت ا ت ات. سي في سي وورد لايك ك ا ت كات، وهكذا. بنبتدي بقى نعيد طول السنه في الكلمات اللي فيها مقطعين او مقطع واحد 2 ساوند او 3 ساوند بنفس الطريقه. فيز 3 والمرحله الثالثه بنعلم الاطفال فيها ال7 حروف الباقيين، هم ج ف و كس ي ز كوا. دولت ال7 حروف الفاضلين. كمان بنعلم الاطفال حاجه اسمها دايجراف ترايجراف. دايجراف الحرفين اللي بيطلعوا ساوند واحد، ترايجراف ال3 حروف اللي بيطلعوا ساوند واحد، زي تش ش ث نج اي اي و او ا او يور اي او اي اير اير يور. اخر حاجه بنعلمها الاطفال في 3 وهو non decodable words او sight words، الكلمات يعرفوها بالنظره كده، اول ما يبصوا للكلمه يعرفوا يقروها من غير ما يعملوا spelling، زي could would have out. في كلمات معينه ما ينفعش ينطقوها letter by letter او sound by sound. وكمان بقى بنعرفهم في المرحله دي letters names، يعني ان ده الساوند بتاع A الساوند بتاعه وهكذا. ده في سن 8 سنين او 7 سنين بالكتير قوي يكون فاهم كل ده. فيز 4 خلاص الطفل كبر وعرف الحروف والساوند، مش هنقدم له تاني حروف او ساوند لانه خلاص عرفها. الطفل ده في المرحله دي بيبتدي يقرا الكلام البسيط، بيقدر يعمل سيجمنتنج وبلندنج. نقدر نديله كومبلكس شويه، كلمات معقده او صعبه شويه، بدل ما تبقى سي في سي او سي في هتبقى سي في سي في شبه بيبي، او سي في سي سي شبه ميلك. هيبقى كلام صعب شويه، ولكن الطفل هيبقى قادر في المرحله دي انه يقراها لانه خلاص كل الحروف كل السبيلنج كل الساوند بقى عنده خلفيه عنها. ودي بيبقى الطفل في يير 2 او يير 1، يعني من 7 ل 8 سنين او بدايه 8. فيز 5 خلاص الطفل وصل لمرحله متقدمه، بيتعلم فيها حاجه اسمها الجرافيمز. الجرافيمز دولت حرفين بيبقى هو واخدهم في، لو احنا درسنا فيز 3 فاكرين ما انا قلت لكم في حرفين بيدوا ساوند واحد، شبه مثلا اي اي، هيكتشف ان ممكن اي واي يدوا نفس الساوند، وابتدي بقى يتعلم ان الاي اي ممكن يدوا ساوند مختلف، شبه مثلا اي اي في كلمه تيم، بريك، هيد، بيدوا ساوند مختلف. وبندي لهم مور نون ديكيتابل او سايد ووردز، الكلمات اللي مش بيحتاجوا فيها سبيلنج، مور اسمها تريك ووردز. ممكن تشوفوا على اليوتيوب فيديو اسمه تريك ووردز، هتعرفوا ان الكلمات دي بنعرفها على طول بالنظره، مش لازم نسبل بالساوند.
لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تبعتوا لاصحابكم وتعملوا شير. لو اي حد عايز يعرف المناهج هنا ماشيه ازاي تقدروا تكتبوا لي في الكومنت انتوا عايزين تعرفوا جزء ايه بالظبط وانا اشرحه لكم او اختصره لكم بالعربي. وانا بصراحه بفضل ان انا اعمله باللغه العربيه عشان الناس تستفيد اكتر وتبقى فاهمه عيالها بتدرس ايه وبياخدوهم ليه وايه الهدف من اللي بيدرسوه. هستنى تعليقاتكم واسئلتكم. باي باي. Take a breath, it's summer, summer.